اول حاجه هنتكلم عليها يا صديقي العزيز هو بالنسبه لي انا فلفل حراق. يعني انت بقى ليها مسميات. انت ليه بتشيل ورق الكبير؟ انا بشيل ورقه تعبانه شويه. ما انا انت بتعرف كمان ورقه تعبانه شويه. طبعا. طيب. اوكي، فانا بالنسبه لي ده فلفل حراق اهو. انت زرعه، انت قلت بقى ده سبيشال ميكس انت عامله مع مش عارف ايه. اشرح لي. بص انا هقول لك حاجه، سيبك من انت طبعا شردي بيزرع 45 نوع فلفل حراق مختلفين جدا، وبركب انواع على بعض. يعني باخد خواص من هنا اركبها على هنا، يعني اخد من الكيان على العقرب، فانا طالع بالنوع ده. شايف الديل ده يا مراد؟ الصغير ده. شايف زوم كده، بص زوم ان. ده كيان. انما الكيان اخد ديل العقرب. اوكي. العقرب ده اللي هو حراق قوي؟ لا ده موتة. بص ما تحطش ايدك على وشك، انت مسكتها. لا ما تحاولش يعني. طيب. انت لو عملتها كده جامد وعملت كده هيحصل لك، هتحط كريم حروق. لسه هرش في مراخيري. هيحصل لك كريم حروق يعني. وانا عارف انك ما بتحبش الحراق، بس هي القضيه في ايه؟ يا جماعه، بيتك اكتر حاجه واسرع حاجه انت بتحبها تشوف زرعه، مش كده؟ طيب الفلفل اللي عندنا ايا ما كان نوع الفلفل، حراق رومي بتاعه مش فارقه، هاخد شويه بذر منه. هجيب قصريه زي دي جميله جدا كده، بذره. واجيب البذر منين؟ من قلب. انا اشتريت فلفل من السوبر ماركت وخدت البذر اللي جوه. هقول لك ليه. احنا مش محتاجين انتاج تجاري، فمش محتاج البذره اللي انت متاكد ان هي هتطلع لك 200 حبايه في صح. احنا محتاجين عايز استخدام البيت بس كده. فبالتالي البذره اللي انت بتجيبها من السوبر ماركت تقدر انك انت تزرعها، اللي هي الفلفله الحقيقيه. الفلفله الحقيقيه او الحراقه ايا ما كان نوعها. وتقدر تحطها في قصريه زي دي، بس لازم تحط لها قصريه كبيره شويه عشان تضرب الجدر بتاعها. وفي البلكونه. وهتطلع معاك وهتطرح معاك، ولكن ارجوك ما تسقيش كتير وتغرق الزرع. 2 تغذي الزرع، تديله غذاء NPK على قد ما تقدر كل اسبوعين او 3. وسيبها، ما تخنقهاش لا لا بانك انت كل يوم تقعد تلعب فيها ولا خالص. في الشمس. في الشمس. واسهل حاجه عشان تراعيها وما يجيلهاش امراض، نص معلقه صابون غسيل صحون على معلقه كبيره خل على لتر ميه، وتغسل الزرع ده كل اسبوع او كل 3 ايام، مش هيجيله امراض. تاني، نص معلقه صابون غسيل سائل. ايوه. مواعين على معلقه خل على لتر ميه. على لتر ميه. وتغسل بيه. ويا ريت لو فصين توم مدقوقين كمان. ايوه، ما هو التوم بيمنع ايه؟ البكتيريا. بيمنع البكتيريا. والخل بيموت اي حاجه من الطفيليات والفطريات. والصابون السائل بيغسل ويلزق. لما احطها في اعرف ازاي ان الزرعه نجحت؟ ما تسقيش، ترش. لما انت تحط زرعه في الارض تعرف ازاي ان هي نجحت. انت هتحطها وتحط البذر بتاعها وتغطيه يا دوب بشويه رمله صغيرين قوي، وتسقيه خفيف، مش تغرقه. ما تضربش، ما تغرقش الزرعه. تسقيها خفيف على وشها. اول ما تبدا تخضر تسقي خفيف، وما تسيبش 20 زرعه جنب بعض. انا بص عامل 3 اهو، ده الماكسيمم ان انت تقدر تعمله. انا شايف الباقيين فيهم اتنينات وحيد كمان احيانا. تاني، البذره من اي فلفل عجبني. فلفل حلو، فلفل قرن فلفل عجبني، اخد منه بذره. ايه، انشفها ولا احطها على طول؟ لا، ممكن تحطها على طول طبعا، وممكن تنشفها. بس اقول لك حاجه، امتى تزرعها؟ ايوه، امتى الفلفل؟ امتى انت بتزرع الفلفل؟ من اخر شهر 2 لغايه نص 5، عشان تقدر ياخد موسم الصيف. هو بياخد 90 يوم على ما يشتغل معاك او 100 يوم. فال 90 يوم يبقى معظمهم في الصيف. لان بعد كده هيخش بقى في الشتاء. لا، هيشتغل معاك في الصيف ويطرح معاك 7 و8 و9 لو انا لو انت شغال بالظبط كده. يعني سريع، يعني الفلفل سريع. 90 يوم يكون بيدي الانتاج بتاعه. ولكن برضه لازم تحذر من حاجه، ان انت ممكن بدل ما تشيله، الفلاح عندنا بيشيله من الارض. لا، انت تاخد القرن نفسه. انت بتشيل القرن، وبعد كده بتروح في الشتاء تروح قصصها، تصغرها عشان تكبر تاني، عشان ترجع في الربيع اللي وراه تروح شغاله معاك تاني وتستمر معاك وبتقعد 3 و4 سنين. تابعونا بقى سواء على الفيسبوك او على انستجرام او على تيك توك او على يوتيوب، مراد مكرم الرسمي. هتلاقوا الحلقات الصغيره دي انا وصديقي محمد شردي بنقول لكم تقدروا تزرعوا ايه وتجيبوه منين وتستخدموه ازاي في اكلكم.